أنا لحد الآن ما زلت كنتظر عقوبات من طرف الكاف، عقوبات قاسية في حق مشجعي المنتخب السنغالي بما قاموا به من تخريب وتعنيف لرجال الأمن، وكذلك للمنتخب السنغالي بعد انسحابه من المباراة، وكذلك الأطر الفنية للمنتخب السنغالي. لازلنا ننتظر العقوبات. هل سيعاقب المنتخب السنغالي وكذلك الجماهير المتوحشة، أم أنهم سيتغاضون عن ذلك؟ والله، يعني كما شفتوا المغرب يعاني. كيف له أن ينجح وسط بيئة ملوثة، وسط قارة مليئة بالوحوش البشرية، مليئة بالعقد النفسية، عقولها مريضة، متمردين لا يحبون يعني الخروج من المستنقع الذين هم فيه. فلهذا يعني المثل يقول، هذا المثل ينطبق على ما نراه. آه، لا تصارع الخنزير في الوحل لأنك ستتسخ فقط وسيستمتع هو، وكذلك لا تحاول أن تخرج الضفدع من المستنقع. حتى وإن وضعته عن كرسي من ذهب سيرتمي إلى المستنقع، لأنه ما غاديش يقدر يخرج من البيئة اللي هو تزاد فيها وعاش فيها. فهادشي اللي كنشوفوه أن بعض الناس، يعني أنا لا أعمم لأن التعميم من صفة الجهلاء، لكن ما رأيناه أن القارة الإفريقية ككل كانت ضد المغرب، مع العلم أن نجاح المغرب هو نجاح القارة الإفريقية. لكن الكل كان ضد المغرب، الكل كان يحاول تشويه صورة المغرب، الكل كان يحاول أن يقف سدا منيعا ضد نجاحات المغرب، خصوصا في تنظيم هذه التظاهرة. معليش، فيها خير. فأنا ما زلت أنتظر العقوبات. يعني لو كان المغرب هو من فعل ذلك لكانت العقوبات انهالت عليه من كل طرف، لكن الآن لحد الآن اليوم أنتظر عقوبات. لم تصدر أي عقوبات لحد الآن، هناك كلام فقط. لكن أين هي العقوبات؟ نريد عقوبات صارمة في حق المنتخب السنغالي وكذلك المشجعين المتوحشين.